البيزنس مفيش حاجه اسمها احنا كلنا هنا اخوات واصحاب، في حاجه اسمها بيئه تنافسيه، واللي بيكسب فيها مش دايما الاشطر، اللي بيكسب هو اللي فاهم سياسه المكاتب وعارف ازاي يحمي مستقبله. اهلا بيكم في ميتنج، انا دكتور محمد عثمان، والنهارده هنتكلم عن اداره الزميل المؤذي. الزميل المؤذي مش دايما شخص شرير ومكشر، بالعكس في الاغلب بيبقى شخص لطيف جدا واجتماعي وبيحب يساعد، بس مساحتك الشخصيه ومجهودك هم 8 صعود. المدير الصعب واضح وتبقى عارف اوله من اخره وعارف انه بيراقبك فبتاخد حذرك، لكن الزميل المؤذي ده كابوس تاني خالص، لان الاذى بتاعه مش بيجي بصوت عالي او بخناقه واضحه، الاذى بتاعه بيجي ناعم بطيء واحيانا متغطي بابتسامه. واحنا بنقع في غلطه قاتله من اول يوم، بندخل الشغل بقلب ابيض بزياده، بنحكي عن طموحاتنا ومشاكلنا واحيانا عيوبنا، وبعد فتره كل كلمه قلتها في لحظه فضفضه بتلاقيها بتستخدم ضد. انا شخصيا مريت بده في مرحله من مراحل المهنيه، كنت شايف ان الجدعنه انك تكون صريح مع الكل، كنت بشارك افكاري بسهوله وبفضفض من غير تفكير، لحد ما اكتشفت ان الانفتاح ده قلب عليا في اكتر من موقف. الزميل المؤذي مش نوع واحد، في 3 اشكال لازم تعرفهم كويس وتاخد بالك منهم. الشكل الاول سارق الافكار، ده النوع اللطيف جدا الاجتماعي اللي بيحب يساعد، بيسألك في البريك عن أفكارك ومشاريعك، وشوية بعدها بساعات تسمع أفكارك بصوته في مكتب المدير. هو مش بيكرهك أنت شخصيا، هو بس بيحب نفسه بزيادة وشايف إن نجاحك بيهدد وجوده. الشكل التاني ضحية الشغل، ده النوع اللي طول اليوم بيندب حظه، الشركة دي ما بتديش حد حاجة، المدير مستقصدنا، الشغل ده هيموتنا، وأنت بشهامة وحسن نية بتتعاطف وبتدخل معاه في الصورة، بس الحقيقة هو مش عايز يحل مشاكله، هو عايز يجرك للمستنقع بتاعه علشان ما يحسش إنه فاشل لوحده، والأخطر انه بيستخدم تعاطفك كريموت كنترول يحركك في صراعاته، ولو السفينه غرقت هو اول واحد هيضحي بيك. الشكل الثالث ده بقى اللي بيحط السم في العسل، وده اخطر واحد فيهم، خلي بالك منه لان اذاه مش واضح وصعب تشتكي منه. بيطبطب على كتفك ويقول لك شد حيلك يا بطل، الضغط ده اكيد اثر على تركيزك وانا في ظهرك ما تقلقش. كلام يبان دعم بس هي السكينه بتذبحك، بيلعب على ثقتك في نفسك. او ممكن يدخل على مديرك ويقول له يا فندم فلانه تعبت جدا في المشروع ده، هي النتيجه ما كانتش افضل حاجه بس هي تشكر على مجهودها. هو بيبروز فشلك وبيلغي نجاحك تحت غطا انك صعبان عليه. انا بقى مش هقول لك نصيحه، هديك 6 قواعد بتقفل اللعبه دي تمام. القاعده الاولى وثق كل حاجه. الزميل المؤذي بيكره الورق والكلام المكتوب، لما تتفقوا على حاجه في الشغل ابعت ايميل بعدها على طول، بناء على كلامنا الخطوات الجايه هي كذا وكذا وكذا، واعمل سي لمديرك لو الموقف يستاهل. الايميل في الشركات زي المحضر في الاسم، بيحمي الحقوق وبيخلي اللي بيفكر يسرق فكرتك يفكر تاني وتالت. القاعده الثانيه حياتك الشخصيه خط احمر. الزميل المؤذي بيتغذى على نقط ضعفك الشخصيه، لو عرف انك مخنوق او بتدور على فرصه تانية او عندك ضغوط في بيتك هيستخدمها في الوقت المناسب. خليك ودود وبشوش ولطيف بس غامض، حط حدود من حديد بين كواليس حياتك وشغلك. القاعده الثالثه رد السم سؤال، لما حد يرمي لك كلمه مسمومه في وسط الكلام ما تدافعش وما تبررش، بص في عينه بكل هدوء وقول له قصدك ايه بالظبط، ايه الموقف اللي شفتني فيه كده. لما تجبره يشرح السم اللي قاله هيتلخبط وهيتراجع ويقول لك لا انا كنت بهزر، وانت كده كشفت اللعبه من غير ما ترفع صوتك. القاعده الرابعه انقل الضحيه من الشكوى للفعل. افضل طريقه تكشف بيها الضحيه المزيفه انك تواجهه بالحلول. لما يقول لك المدير ظلمني في توزيع الشغل، قول له على طول طب ما تدخل تكلمه تقول له كذا وكذا وكذا. لما بيلاقيك بتدي له خطوات عمليه وهو عايز صعبانيات بس، هيحس انك مش الجمهور المناسب وهيروح لحد تاني. القاعده الخامسه اقفل حنفيه الفضفضه وما تدخلش معارك بالوكاله، ما تبقاش محامي عن حد في الشغل. لو زميلك عنده مشكله مع الاداره او مع زميل تاني خليك محايد تماما. جدعنه في البيزنس ليها حدود، وحدودها هي سلامتك المهنيه واستقرارك. القاعده السادسه والاخيره ابني شبكه الامان الخاصه بيك، ودي مهمه جدا. الزميل المؤذي بينجح لما بيلاقيك معزول. ابني علاقات قويه وحقيقيه مع زمايلك ومع الادارات التانيه بالاحترام والشغل الصح. لما تكون صورتك في المكان قويه ومسنوده بمجهودك وناسك، اي كلمه خبيثه هيحاول يرميها وراك ترد في وشه على طول. انت مش هتقدر تغير زمايلك في الشغل ولا هتقدر تخليهم ملايكه، بس انت تقدر تغير طريقتك. التعاطف الانساني مطلوب ويحترم، بس لما يتحول لأداة بتعطلك وبتهز صورتك يبقى اسمه سذاجة. الشغل مش ساحة حرب، بس برضه مش جماعة خيرية. انت رايح الشغل عشان تبني مستقبلك وتكبر، ومش شرط تكون شرير او حقود، بس لازم تكون واعي. خليك الشخص الشاطر في شغله، المحترم في تعاملاته، الصعب جدا في استغفاله، واحمي مجهودك لان مفيش حد هيحميه مكانك. كنت معاكم دكتور محمد عثمان، وده كان ميتنج عن إدارة الزميل المؤذي.